كان أبي متعباً للغاية، إذ كان يعاني من إسهال حاد وقيء كثير، وكانت أمي قلقة عليه جداً، وأنا أيضاً كنت قلقة عليه. اصطحبت أبي ليفحصه الطبيب، وشك الطبيب أن أبي مصاباً بالكوليرا. القيء الغزير والإسهال المائي والعيون الغائرة أعراض نمطية للإصابة بالكوليرا. رأينا عددا من الحالات المصابة بالكوليرا في هذه المنطقة مؤخرا. يؤدي الإسهال المائي والقيء الغزير إلى جفاف شديد قد يودي بالحياة ما لم يتم علاجه بسرعة، ومن ثم ينبغي أن يبدأ العلاج على الفور بتناول أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم لتعويض الخسارة السريعة في السوائل والمعادن الموجودة في الجسم. إذا كان والدك يعاني من جفاف شديد فسيلزم نقله إلى المستشفى حيث يحصل على السوائل الوريدية. كما نحتاج إلى أخذ مزرعة براز للتأكد من إصابة الشخص بالكوليرا. لا داعي للقلق، يمكن علاج الكوليرا بسهولة، لكن عندما يسعى الشخص إلى الحصول على الرعاية الطبية بسرعة مثل ما فعلت. الكوليرا ليست مرضا ينتقل عبر الهواء، لا تنتقل الكوليرا عن طريق السعال أو العطس. توجد البكتيريا المسببة للكوليرا في براز الأشخاص المصابين. ربما تنتقل العدوى عن طريق الذباب الملوث ببراز أحد المرضى، أو تسريبات المجاري الملوثة بالبكتيريا التي تختلط بمياه الشرب أو الأغذية الملوثة. وبعدما عرفت الكثير عن الكوليرا وطرق انتشارها، قررت أن أعلم الناس عن هذا المرض وأن أقدم لهم الدعم في حربهم ضده. وكونت مع أصدقائي مجموعة في حينا لزيادة الوعي بهذا المرض وسبل الوقاية منه. وقد بدأ كل واحد منا بالتأكد من وجود مياه نظيفة صالحة للشرب بالمنازل. وأصبحنا الآن نغلي المياه لمدة 2 أو 3 دقائق قبل شربها. أو من الممكن استخدام أقراص تنقية المياه. تستطيع الحصول على هذه الأقراص مجاناً من جميع المراكز الصحية. تأكد من غسل يديك بالصابون والماء النظيف. كما ينبغي غسل جميع الفواكه والخضروات جيداً بالماء النظيف قبل تناولها وتقشيرها متى أمكن. قدم الطعام وتناوله ساخناً، واحرص دائماً على تغطيته منعاً من وصول الذباب إليه. قمنا بزيارات منزلية أخبرنا فيها الناس عن سبل الوقاية من الكوليرا، مثل غسل اليدين جيداً، خاصة بعد تغيير حفاضات الأطفال أو عند العناية بمريض تظهر عليه أعراض الإصابة بالكوليرا. افصل بين الأطعمة المطهوة والأطعمة النيئة. لا تشرب الحليب غير المبستر. كثفنا جهودنا لتوعية الأطفال بأهمية الالتزام باحتياطات بسيطة لتفادي الإصابة بالكوليرا، كأن يغسلوا أيديهم جيداً قبل الأكل وبعد الخروج من المرحاض. نقوم وأصدقائي بدورنا في مكافحة الكوليرا، وأنت أيضاً تستطيع القيام بدور في ذلك.